انهيار النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب الإفريقي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ورغبة بيراميدز في الثلاثية المحلية، ورغبة بيراميدز في الوصول للحلم وهو أول بطولة إفريقية قارية لنادي بيراميدز بعد صراع كبير ومعاناة كبيرة لنادي بيراميدز منذ تأسيسه. حلقة جديدة ساخنة في برنامج أدهم في الملاعب، والحديث عن النادي الأهلي أمام صن داونز والخروج المدوي المؤسف في استاد القاهرة على الأراضي المصرية في الدقيقة بلس 91، وتأهل بيراميدز إلى نهائي أفريقيا. لو وصلك الفيديو خش اعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصل لك كل جديد أول بأول، واعمل لايك واعمل كل الكلام دوت. فيلا بينا نبدأ في أدهم في الملاعب. طيب مبدئيا يعني مش عارف أبدأ منين. النادي الأهلي كولر كلنا اشدنا بيه في ماتش الذهاب في جنوب افريقيا، وقلنا ان هو بدأ بافضل تشكيل مثالي، وانه التعادل هناك بدون اهداف دي حاجه كويسه وتحسب له، واشدنا باداء النادي الاهلي كله كان الافضل هناك في جنوب افريقيا. نيجي هنا في مباراه العوده اللي هي في استاد القاهره، انت بدأت كويس جدا، جبت الجون الاول، حافظ على الجون من بدايه الشوط الثاني، هات التاني بقى. انت عارف ان في افريقيا لو جابوا جون واحد انت مش هتجيب جون. معلش يا جماعه، احنا نادي كبير زي النادي الاهلي، بكيان النادي الاهلي، بقوه النادي الاهلي، بشخصيه البطل، بتاريخه، بكل ده. حتى لو معكش لعيبه انت ما ينفعش تقف تدافع ال 90 دقيقه على ارضك. انت بادئ التشكيل يعتبر ب 5-3-2، محمد هاني باك يمين، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، اشرف داري، ثلاثه قلوب دفاع، وباك شمال العش اللي هو برضه يعتبر قلب دفاع. فانت خمسه مدافعين امامهم، مروان عطيه اللي هو ديفندر يعني ده السادس، امام عاشور، واحمد رضا، وقدامهم طاهر وجريتشار. طيب انت جبت الجون وتقدمت الجون، ولا اروع ولا اجمل من كده مفيش. طب تمام، تعمل بقى تغييراتك، انت على ارضك وكسبان، واستغل بقى الجمهور والتحفيزات والكلام ده. اعمل تغييراتك تغييرات زي الناس اللي هي ايه، اللي هي المفروض كان بن شرقي اللي ينزل، تبدا بقى تغير في التشكيل اللعب، وتنزل هجوم، تبدا تهاجم، تجيب الجون الثاني، تحافظ بقى خلاص. يعني لو جابوا جون هتبقى 2-1 هتتاهل. انت بالغت قوي في الدفاع، بالغت جامد في الدفاع، طلعت امام ونزلت اكرم توفيق وحسين واسمه ايه ده، وطاهر نزل مكان اشرف بن شرقي امتى في الدقيقه 80، وسام ابو علي مكان جريتشار، اللي هي تغييرات عاديه. هوب، غلطه واحده قتلت كل ده. مع السلامه، باي باي كمبوره للنادي الاهلي والكولر. فرسميا كولر مشي بعد الماتش ده خلاص، زيه زي انشيلوتي، مهمتك انتهت. كولر يفشل في الفوز على صن داونز في 6 لقاءات، 6 لقاءات ما فازش فيهم ولا ماتش على صن داونز. انت بتتكلم في ايه؟ صن داونز كده في الفتره الاخيره هو لا، في المواجهات قدام النادي الاهلي هو الاقوى، هو اللي بيحسم. كولر مشي والاخبار كتير جدا جدا جدا، ومحمد رمضان كمان مشي في منصبه في النادي الاهلي، وكولر بقى عايز 200 مليون جنيه حقات، وهنخش في ازمه وكده. النادي الاهلي في ازمه قاتله قاتله. عماد النحاس يقود النادي الاهلي مؤقتا. كل الاقاويل اللي بتتقال دلوقتي على المدرب هنعمل لها حلقه مخصوص، يا فايلر يا كيروش يا جوميز بيتكلموا عليه، اقاويل كتير. بالحال ده بايا كان مين المدرب اللي هيجي، كلمه هو انا جاي من المستقبل وبقول لكم النادي الاهلي هيفشل في كاس العالم للانديه، وهيفشل في الدوري، وهيخش في تخبطات اداريه وفلوس ومديونات، هيخش في تخبطات. النادي الاهلي بخسارته في افريقيا وخسارته للدوري وداخل في تخبطات جامده جدا 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 جدا. على السبيل وعلى الناحيه الثانيه بيراميدز، فخر مصر وفخر انديه الدوري المصري وفخر انديه دوري نايل، يسحق
ليه بقول يضحك؟ هتعرفوا ارلوند الافريقي في استاد الدفاع الجوي ب 3-2 ريمونتادا. ولا اجمل من كده. اورلاندو خلاص، اورلاندو برضو معاه 5 افريقيا يا جماعه، فريق كبير من جنوب افريقيا زي صن داونز. بيراميدز اتاخر بهدف جاب التعادل، بقت 2-1 تاني لاورلاندو. اتاخر بهدف جاب التعادل 2-2. وفي اخر اللقاء فيستون مابيلي يخلص الكلام في الدقيقة 85 بالجون الثالث بتقدم نادي بيراميدز ريمونتادا والأربعة، ووصوله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه. والحلم يتحقق بعد أن كان كابوسا. وأنا أول واحد على رأس قائمة مصر أعلن تشجيع لنادي بيراميدز الذي يستحق جميعا كلنا ان نقف بجانب هذا النادي ونسنده ونشجعه في نهائي دوري ابطال افريقيا امام صن داونز. كل التحيه للنادي ده. وفي الاول والاخر هو دلوقتي نادي مش جماهيري. لو كان النادي الاهلي او الزمالك بتلاقي جماهير الاهلي مثلا او الزمالك في نهائي افريقيا لا مش هتشجع نادي الزمالك. انا عارف الكلام ده الا قله. المعضله هنا اللي عايز اقولها ان ولا اهلي ولا زمالك، هو بيراميدز نادي بيمثل دولتنا ونادي مصري وملوش جماهير قد كده. بيبقى الواجب علينا كاهلي او زمالك او كاسماعيلي او كمصري او كايا كان ايه انتمائك انك تقف جنب النادي ده في نهائي ابطال افريقيا. بصراحه بيراميدز مقدم موسم استثنائي. هو الان بينافس على الثلاثيه المحليه. الدوري المصري متصدره بفارق 4 نقاط. دوري ابطال افريقيا هو في النهائي على بعد خطوه من ان ياخذ اللقب من صن داونز. كاس مصر هو في النهائي امام الزمالك. فاسوأ سيناريو هيحصل بالنسبه للعيبه بيراميدز، النادي بيراميدز، الجماهير بيراميدز، انه يخسر الثلاثيه دي. على الاقل على الاقل يطلع ببطوله بطولتين من الثلاثيه. نادي بيراميدز نشيد بيه كلنا بنسنده ونقف جنبه لانه يستحق هذا. انت في نهائي ابطال افريقيا مقدم موسم استثنائي ليك. انت بجد النادي ده خلانا نجبره على الاحترام صراحه. فده كان الحديث عن تأهل بيراميدز واخفاق كولر والنادي الاهلي. خساره مدويه على الاراضي المصريه، خروج النادي الاهلي ووصول بيراميدز الى نهائي افريقيا. واشوفكم بخير في حلقه جديده من برنامج ادم في الملاعب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.